الو، كيف حالك يا ابني؟ كيف انت؟ دامك انت بخير، انا بخير والله. كيف حالك انت؟ كيف حال امي؟ كلكم بخير ان شاء الله. الحمد لله. ما بلهم كش اقول لك حول لنا مصاريف يا ابني، البيت فاضي ما بش حاجه. الله يحفظك. حاضر من عيوني، ابشر يابا. تسلم، الله يحفظك يا ابني. يلا مع السلامه. الله معك. لحد لقلتش اتصل لابو خالد عمنا شو قوم يعمل لي سينقيم وخبر، وكأننا الا اشحت منه شحته، وهذا ابسط حقوقي. خلنا نقرب نتصل له ونشوف كيف. يا مروان، جهزت الطلبية؟ ايوه جاهز. وبدي في الشحن. يلا تمام واصل. يلا من هو ظل يتصل لي الآن؟ ألو. السلام عليكم يا ابو خالد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك؟ اخبارك؟ علومك؟ والله الحمد لله، نحمد الله ونشكره. ايش تبغى؟ والله يا ابو خالد اشتي منك يعني 500 ريال للبلاد. الوالد اتصل لي وما معهم مصاريف ولا معهم حاجه بالبيت، والدنيا فاضيه والله. خلاص تمام، إن شاء الله أنا بحول لك بعد 20 يوم. كيف بعد 20 يوم يا ابو خالد؟ اقول لك البيت فاضي، وانا ما طلبتك منك، انا اصلا طلبتك من حقي. انا اشتغل معك من الصباح لاخر الليل، انا ما اطلب منك شيء، هذا ابسط حقوقي وهذا حقي طبعا. جز أمها يا ولاد يا ابن الحلال، أنا لا أقول بحول لك بعد 20 يوم، لا تكثر الهرج. والله ما ينفع، والله حرام هذا. يلا مع السلامة. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. تجد العامل يعمل ليل نهار، وتجد الرجل هذا صاحب العمل أو رب العمل معه مال، لكنه يؤخره ويقول له غدا نعطيك أو بعد غد، ويقول له غدا نعطيك أو بعد غد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث أنا خصمهم يوم القيامة: رجل استأجر أجير فلم يعطه أجره،